كوكو كبيدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. رمضان كريم، نتمنى الله تكونوا كدوزوه بخير وعلى خير وفي صحه جيده. فيديو جديد اليوم غنشارك معكم كيش بالدجاج، كيجي بنين بزاف بزاف. واهم حاجه كما كنقول لكم ديما، الكيش راه صحي حيت فيه الخضر، فيه الحليب، البيض، فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما ضروري للجسم ديالنا. كيشبع وميم طون بنين وصحي. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي زلافه ديال الفرص، 4 زلافه ديال الفينو، وتقدروا ديروا نص فرص ونص فينو، راه شي مره كنديرهم بحال بحال. عندنا معلقه كبيره د السكر، نص معلقه د الملحه، نص معلقه د الخميره ديال العجينه، وواحد نص خماره ديال الحلوى، وعندنا الزعتر محكوك. كنخلطوا النواشف كنبسبسوهم بزويته. هاد العجينه ديال الكيش عرفتي راه ما تكملوش فيها 2 دقائق 3 كتكون واجده، بلا عجانه بلا ديك بلا والو. اون فوا كتبسبسوا العجينه كتضيفوا لها شويه ديال الماء صافي، وكتخلطوا العجينه. شوفوا راه كتجي كتلتصق شي شويه. كديروا زويته في يديكم وكتجمعوا العجينه وكتغطيوها تخمر. بين ما تخمرنا العجينه كنكونوا طيبنا الحشوه. بالنسبه للحشوه، عندي 2 خيزويات مع 2 ديال الكورجيطات، نحكهم في حكاكه رقيقه كما كتشوفوا. كنعصروا لهم الماء ديالهم باش ما يجيش مميه. كندير لهم زويته ومليحه حتى تيهبطوا. فاش كيهبطوا عاد كندير لهم التوابل، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون صغيره طبعا، وكنديروا راس معلقه من التوابل المتبقيه. المهم اهم حاجه هو الكمون والتحميره اللي كندير منهم معلقه معلقه. راس معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الخرقوم، وراس معلقه ديال الابزار، وراس معلقه ديال الملحه، غير راس معلقه حتى ديجا راه درنا واحد شي شويه في الاول. غير ديروا هاد المقادير بعينكم مغمضين، راه كيجي لوغو ديالو زوين بزاف بزاف. هنايا كنضيف لهم واحد شويه ديال صلصه الصوجا صافي، وكنحرك كلشي صافي. اخر حاجه كنضيفوها هي زويته بلديه، كنشحروها شي شويه صافي وكنطفيو عليها. هنا من بعد ما طابت لينا الحشوه كما كتشوفوا غنحطوها على جنب. في نفس المقله غنديروا صدر ديال الدجاج، غير لا كونتيتي اللي غتكفاكم. انا بغيت ندير غير واحد، درت داكشي اللي كيكفاني ليه. شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، راس معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الملح حتى ديجا انا عندي الدجاج شابع ملحه. عندنا راس معلقه ديال الابزار حيت ديجا درنا العطريه حتى في الكورجيت ما نكثروش بزاف. عندنا تقريبا واحد 3 معلقه ديال الخرق ديال السكينجبير عفوا، واحد راس معلقه ديال التحميره صافي. هادو هما التوابل اللي كنديرو. كنحركوا هذاك الدجاج مزيان، وزيدوا لهم واحد شويه ديال صلصه الصوجا اللي بغاها، كتبقى اختياريه طبعا ولكن كتجي صراحه زوينه. هنا كنبقاو نحركوا التوابل كامل حتى يتجانسوا لينا مع بعضياتهم. هنا كتبقاو كديروا طبعا زويته بلديه وزويته روميه ضروري. خلاص الزيت راكم عارفين. كما شفتوا انا درت غير واحد شويه زويته بلديه، راه ديجا درتها حتى الكورجيطو خيزو. وكنستمروا في التحريك، راه دغيا كيطيب حيت انا الدجاج كندير ليه الملحه مزيان. هنا العجينه من بعد ما خمرات كنديروا شويه ديال الدقيق في سطح العمل كنطلقوها. شوفوا السمك ديالها ما كيجي ما غليظ ما رقيق. كنتقبوها مزيان، هي بحال عجينه ديال البيتزا كنتقبوها مزيان. وكنديروها هكا بلا ما طيب نص طيبه، ما كنطيبوهاش هي نص طيبه. كنخليوها العجينه خضراء بين ما يعقد لينا الحليب والبيض كيكون طاب لنا العجينه وتحمرات. من بعد ما كنتقبوا العجينه كنديروا داك الكورجيطو خيزو كنطلقوهم. كنضيفوا الدجاج، واخر مرحله عندنا 3 د البيضات مع كاس ديال الحليب وشويه الفرماج احمر. كنديروا واحد قبيصه د الملحه، كنضربوا البيض مزيان وكنضيفوا ليهم الحليب صافي. غنضرب هذا الخليط مزيان مزيان باش يتجانس لينا البيض مع الحليب صافي. كندخلوه للفران على نار متوسطه، كنشعلوا عليه من التحت وكنديروه 45 دقيقه كيكون واجد محمر. هو هذاك شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، راه كيجي رائع بزاف بزاف. اهم حاجه انه بنين وصحي. انا راه معتمده عندي هذه الوصفه وكنديرو على الاقل مره في الاسبوع. هي بحال هكا السبت ولا الحد كنديرو. وحتى في رمضان راه درتو هذه ثالث مره، درتو بالطون بالكفته، واليوم درتو بالدجاج حيت فريمون كيجي لذيذ بزاف بزاف وصحي. جربوه بعينكم مغمضين غادي ينال الاعجاب ديالكم. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلايك، لاول مره كيشاهد القناه يشارك فيها وفعل الجرس باش دائما نوصل جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.